على اي فرق. ده الاهلي مطفش افريقيا بحالها. هيجي بيراميدز هيقف قدام الاهلي؟ انت يا صرصار هتقف قدام الاهلي؟ ده الاهلي فريق كبير، فريق عظيم. شفت النهارده جمهور الاهلي بيحرك الصخر. جمهور الاهلي جمهور عظيم بيحرك لعيبه الاهلي. النهارده يا جماعه اول لما الاهلي اتاخر بجون، شفتوا انتوا الجمهور عمل ازاي؟ الجمهور حرك الكراسي اللي كانت فاضيه في الاستاد، حرك لعيبه الاهلي، خلى لعيبه الاهلي النهارده كلت النجيله. كل لعيب في الاهلي النهارده كان لعيب بمليون راجل في الملعب موتوا نفسهم. هي دي يا جماعه روح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي اللي تختلف عن اي فريق في مصر. روح النادي الاهلي تختلف على اي فريق في مصر. انت يا بيراميدز فريق صغير بالنسبه للاهلي، الاهلي ما يعملكش حساب في حاجه. ده الكاس ال 38 وانت على الله ابيض يا ورد، مفيش ولا بطوله. ويوم ما تفكر اللي انت تيجي تاخد بطوله عايز تاخدها من مين؟ من مارد الاحمر؟ من بطل افريقيا؟ من نادي القرن؟ نادي معروف عالميا في كل العالم النادي الاهلي. انت مين؟ انت مش حاجه بالنسبه للنادي الاهلي. انت ممكن تاخد كاس من الاتحاد، من المصري، من الزمالك، اكون ما تاخدوش من الاهلي. يكفيك شرف المحاوله. وانا قلت لك قبل المباراه يكفيك اللي انت اتكتب لك في التاريخ اللي انت لعبت قدام الاهلي نهائي كاس وشلت فيه كالعاده. فاهمني ازاي؟ فانتوا تفرحوا، اوعوا تزعلوا يا لعيبه بيراميدز. وانا زعلان على جمهور الزمالك اللي راح ساند، حوالي كان في 20 30 واحد زملكاوي يدفع لهم التذاكر وخدوا سندوتشات معاهم وراحوا شجعوا بيراميدز. ولا كان ليهم صوت ولا كان ليهم شكل. بتشجعوا بيراميدز ايه؟ تتنيل على خيبتكم. ما تشجعوا فريقكم اللي وقع في الدوري. ده انتوا فريق ما يعلم به الا ربنا. اتفرجوا على الاهلي اهو، ضغوط المطوشه، الضغوط اللي الاهلي فيها ماتش ورا ماتش سواء في افريقيا ولا في الدوري ولا في الكاس. الاهلي واقف على رجليه. ليه؟ عشان الاهلي معاه اداره. الاهلي معاه اداره يا جماعه، اداره بتعرف تقود الكيان، بتخلي الكيان ده كيان عظيم. هي دي فعلا اداره النادي الاهلي، اداره في ظهر فرقتها، مع جايبين مدرب محترم، مدرب كبير، مدرب يليق على اسم الاهلي. كولر الصراحه عمل مباراه كبيره. الراجل ده بيثبت لنا ماتش بعد ماتش اللي مدرب كبير، مدرب عظيم، ويستاهل اللي هو يمسك فريق كبير زي النادي الاهلي. بصراحه قدم مباراه جميله، حتى تغييراته كانت جميله جدا، وقدر يطلع بالماتش لبر الامان. وهو ده اللي عايزه جمهور الاهلي. جمهور الاهلي ما يهمهوش، اهم حاجه الاهلي ياخد البطوله. النهارده بصراحه لعيبه الاهلي كانوا رجاله واثبتوا للدنيا كلها اللي هم لعيبه رجاله وموتوا نفسهم في الملعب لاجل اللي هم يساعدوا جمهورهم اللي هو بالملايين، مش في مصر بس، في افريقيا وفي العالم وفي العالم العربي. بقول للاهلي من كل قلبي الف مبروك، عشان انت البطل الحقيقي. انت بطل مصر وافريقيا، وانت اللي مشرف مصر، وسمعتك من سمعه مصر. سمعه الاهلي والله من سمعه مصر، وهو اللي عامل لمصر كيان بالنسبه للكوره النادي الاهلي. وافتكروا العالم كله بيقول لك يوم ما بيكون الاهلي حلو منتخب مصر بيكون كويس، ويوم ما الاهلي بيقع شويه منتخب مصر بيقع خالص. الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور الاهلي العظام.